فيديو النهارده هقول لك على 5 حاجات لو انت عملتهم او انت عملتيهم في العلاقه بتاعتكم هتخرب ومش هتكملوا حتى لو عارفين بعض بقالكم 11 سنه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل ما ابدا الفيديو حابب اقول لك المتابعه اونلاين شغاله، وعملنا حاجه PDF كده صغيره عشان لو عايز تبدا الشركه بتاعتك اونلاين وتحقق منها مكاسب، فلايك وسبسكرايب وتعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه وهي الكذب وعدم الصراحه. انت واحد تعرف عنها 3 او كلمت قبلها 3 أو 4، قول لها في الفتره بتاعتكم، او كلمت بعدها، يعني انت كلمت في وقت ما انتم مرتبطين او كلمت قبلها، قول لها. ليه قول لها؟ عشان بيجي محاسن الصدف، وواحده انت عارفها ما بيتكلموش بعض بقالكوا 3 سنين وانت كنت عارفها من 3 سنين وكنتوا حبايب، تيجي تبعت لك مسج على الواتس او الانستا، المعلمه خطيبتك او حبيبتك او مراتك عارفه ايه ده، هي بعتلك رساله من دي مهما تبرر بقى، مهما تبرر هي مش هتقتنع. اللي انت معاه دلوقتي مش هتقتنع. انت هي داخله تكلمك ليه؟ والله انا عارفها من زمان، والله انا مش عارف ايه. طب داخله تقول لك وحشتني دلوقتي ليه؟ انت فاهم؟ يعني حاول تقول لها. وانت نفس الكلام، لو ارتبطت قبليه قولي له انا ارتبطت بكذا وكذا 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 وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان مثلا انت بتحبيه وحبيتوا بعض خلاص، جال حبيبك القديم قلبه حن او عايز يلعب بيكي تاني، فدخل بعت لك رساله وحشتني يا قلبي. ايه حبيبك شاف الرساله على الانستا ابا هنفركش. تمام؟ حاجه وهي الاهمال والتجاهل. انت بعت لها مثلا يا مي ازيك يا مي، قامت قايله الحمد لله. مش المشكله انها قالت الحمد لله، هي انت بعت لها الساعه 1 ردت عليك الساعه 2، انت بعت لها الساعه 3 ردت عليك الساعه 4. طب ليه؟ ده بقى اهمال وتجاهل. فالاهمال والتجاهل بيترتب على حاجات كتير، من اهم الحاجات اللي انا بقولها لك دي وهي انكم هتسيبوا بعض في دقيقه، حتى لو عارفين بعض بقالكوا سنين وقرون كمان. انت ما شفتش منها اهتمام او هي ما شافتش منك اهتمام، هتسيبوا بعض. ايه اللي هيخليكم تكملوا؟ الحاجه الثالثه وهي الغيره المستمره والشك الزياده. ازاي؟ مش فاهم. مش بقولك انها تلبس ده وانت ما تقولهاش انت لابسه ضيق ليه، لا مش كده، انك تشك فيه، اللي هو كل 5 دقايق انت كلمت فلان، انت رجعت لفلان، اللي هو انت بتفكرها بالعربيه فرمته قبلك، او انت بتفكريه بالبت اللي كان مرتبط بيها قبلك. انت فاهم؟ اللي هو مش الغيره انك تقول لها انت لابسه ضيق ليه. وبرده انت لو قلت لها لابسه ضيق ليه، دي مش معامله لطيفه. حاول تجيبها لها بالدين وبالادب وبالرجوله وبالخشيه، يعني بدل ما تقول له انت لابسه ضيق ليه، لا غيري، لا، اللبس ده ضيق، اللبس ده حرام، هتلاقي من القرآن. حاول تقنعها، لان لو هي ما اقتنعتش اول ما تسيبوا بعض هتروح تغير لبسها. هي عادي انت سبتها خلاص، فانت كنت بتغصبها على كده، وهي عشان كانت بتحبك فكانت مجبره انها تلبس واسع. طب انت سبتها هترجع للضيق تاني. الرابعه وهي عدم الاحترام وقت الخلاف. انت وهي واقفين قبل بعض بتجعرهم، هي ما ينفعش ترد عليك وانت ما ينفعش تنعر او تعلي صوتك عليها، يعني تبقوا محترمين بعض. هي مش عايزه تفهم ان الحجاب متهبب على عينه وان الحجاب حاجه حلوه، عنها ما فهمت، سيبها على طول. حاول اقنعها حبه وبعدها سيبها. اصل هي مش مقتنعه، هفضل اقنع فيك لحد امتى؟ اخرج معاها 6 شهور اقناع بالحجاب. ما اقتنعتش خلاص، قول لها مثلا ادخل كلمها حبيبتي هننزل مثلا الساعه 2 اشتري لك جيبتين تخرجي بيه بدل البناطيل. تجيب لها الجيبه عشان ما يبقاش عندها حجه انها تقول لك لا انا ما عنديش هدوم واسعه للاسف. تمام؟ انت وهي واقفين قبل بعض بتنعروا لبعض، هي صوتها عالي وانت صوتك عالي، وهي شايفه نفسها انها تمشي كلامها عليك وانت شايف نفسك انك هتمشي كلامك عليها. ده غلط. انتوا واقفين بتناكفوا بعض قبل ايه؟ انت بتقللي منه وهو ممكن يلطشك بالقلم، فده غلط. ليه؟ نيجي بقى على الحاجه الخامسه والاخيره وهي المقارنه مع حد تاني. انت مثلا شفت صاحبتك خارجه مع فلان ومبسوطين، ايه ده؟ انت ما بتخرجنيش ليه؟ انت مش باصتني ليه؟ انت بتنكد عليا، انت دايما شغال. هو شغال لمين؟ هو شغال لابوه؟ ما هو شغال ليكي. ليه؟ عايز يجهزك ولا عايز يجهز نفسه عشان يتهبب تتلموا في بيت واحد؟ انت بتقارنيه ليه؟ هو مثلا شاف بنت، فالبنت دي مهتمه بنفسها، انت مش مهتمه بنفسك ليه؟ انت مش عارف ايه ليه يا حبيبي؟ ما تهدى يابا كده وامسك العقل. في حد جالي في المحتوى اونلاين بيقول لي انا عايز اتجوز واحده عشان عيلتها واصله ومعاها فلوس. انا احب اقول لك بقى حاجه سمعت حاجه بتقول لك ايه؟ من تزوجها لجمالها مل، ومن تزوجها لمالها قل، ومن تزوجها لنسبها زل، فمن تزوجها لدينها فلا مل ولا زل ولا قل.
وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. وما تنساش تحجز معايا في البطوله اونلاين، هتكون على الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار، يعني ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. وبرده ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها، وحاول العلاقه تكون بينكم ميسره، وبلاش انت تبعت له صور وهو يبعت لك صور، بلاش اللي هو الحاجات اللي بتحصل دي.